العريس إيده اتكسرت قبل الفرح وجبسها. صحابه يسكتوا؟ لأ، قاموا معاه بالواجب في ليلة عمره. ما اكتفوش بلبس نفس لون البدلة بس في فرح صاحبهم، ولكن جبسوا إيديهم كمان وعملوا زيه. مش هتصدق اللي صحاب العريس عملوه معاه. بعد ما كان بيحضر ويخطط لليلة عمره مع صحابه وبيتفقوا على الفقرات اللي هيعملوها، فجأة إيده اتكسرت واتجبست، وخلاص الفرح باقي عليه أيام، مش هينفع يلغيه. ده ما صدق عمل الفرح فعلا، ولكن صحابه ما سابوهوش لآخر لحظة وكانوا في ظهره، وكل واحد فيهم ربط إيده برباط ضاغط ونفس إيده اليمين بالظبط وبنفس الرابطة، وقرروا يفرحوه ويفرحوا معاه، ومفيش حاجة هتوقفهم عن اللي كان نفسهم يعملوه. ده فيديو نشره الدي جي اللي كان في الفرح على صفحته، وظهر في الفيديو هم داخلين على العريس ورابطين ايديهم زيه ورافعينها لفوق. العريس كان مصدوم وبيضحك وبيعيط في نفس الوقت، وبيخبط ايده السليمة على راسه من اللي عملوه، كأنه بيقول لهم يخرب بيت عقلكم، عملتوا كده ازاي؟ خدوه بالحضن واتلموا حواليه لدرجة انه ما كانش باين وسطهم رغم انه لابس بدلة بيضة، وخلوه يعمل زيهم ويرفع ايده ويهزها لفوق، وفضلوا يتنططوا ويرقصوا على اغنية عمرو دياب ويقولوا بعلو صوتهم: في حياتنا ناس هم الاساس، ثابتين معانا مهما ايه يجرى. الفيديو كان كله بهجة وحب غير طبيعي ومشاعر كتير، ما بين إنه ظريف ومضحك وبين إنه مؤثر. وكانت تعليقات الناس زي فرحة العريس لا توصف في الوقت ده، بجانب إنه كان أكيد زعلان إن دراعه مكسور، وفي فرحه كمان في واحد مش رابط إيده طلعوه بره الفرح أصلاً.